تخيل معايا الانسان كيشوف ديما راسو هو اول واحد دار الحضاره، واول واحد عاش في مجتمعات، واول واحد دار الزراعه وتربيه الماشيه. ولكن واش فايت سولتي راسك واش بصح حنا الاولين؟ الحقيقه اللي في شكل هي لا، ماشي حنا الاولين. قبل الانسان بالاف السنين كان واحد الكائن صغير اللي سبقنا لهاد الامور كامله، النمله ماشي غير حشره كتمشى في الارض، ولكن عندهم مجتمعات منظمه بواحد الطريقه عجيبه. كاينه الملكه والعمال والجنود، وكل واحد عنده دور محدد، ودايرين بحال شي مدينه كامله تحت الارض. والمعلومه اللي غتصدمك هي ان العلماء لقاو مستعمرات ديال النمل كتوصل لمئات الكيلومترات تحت الارض وحتى فوق سطح الارض، واكبر شبكه مرتبطه ديالهم كتوصل اكثر من 6000 كيلومتر، اللي حرفيا كانت تحت دول كامله، وكلهم خدامين في نظام واحد. ولكن اللي فشكل على هادشي هو كاينين بعض انواع ديال النمل سبقونا حتى في الزراعه. كاين واحد النوع ديال النمل كيقطع الاوراق وكيزرع الفطريات وكيتغذى عليها، يعني كيديروا الزراعه منذ ملايين السنين قبل حتى الانسان اصلا ما يتعلم كيفاش يزرع. ولكن ماشي غير هادشي، كاين حتى واحد النمل اللي كيدير تربيه الماشيه، كيربي حشره صغيره اللي سميتها المن. هاد الحشره كتفرز واحد السائل سكري، والنمل كيحميها وكيعتني بها بحال القطيع ديالها، بحال الانسان مع الخرفان والبقر. دابا تخيل كائن صغير بحجم حبه عنده نظام وتخطيط وزراعه وحتى تربيه الماشيه. واش هادشي جا بالصدفه ولا هو دليل على عظمه الخالق سبحانه وتعالى اللي عطى لكل مخلوق دوره وعلمه طريق العيش؟ بعض المرات اعظم المعجزات ما كاينينش في النجوم ولا في الجبال، ولكن كاينين تحت رجلينا في مخلوقات صغيره كتذكرنا بعظمه الله. كل يوم خصنا غير نوقفوا ونشوفوها. هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو. كما ديما بقى لي غنقول لكم السلام عليكم.